أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي، صحة رمضانكم كل سنة وانتم بخير. اليوم جبنا فيديو لغطاء صينية مستطيلة تاع القهوة أو الشاي. الخيط متوسط، الكروشي رقم 3. قبل ما نبدأ نقول لكم صلوا على رسول الله، ما تنسونيش من لايك وشير وسبسكرايب. مهم كيما راكم شايفين هذاك اللي راني درتو شورت، مفرش بتاع طاولة مستديرة. خلصتو هذا المفرش لطاولة مستطيلة والآخر دائرية. نبدأ على بركة الله. سلاسل البداية. بالنسبة للمفارش، في كل مفرش عنده طول وعرض. مثلا انتم الصينية نتاعكم صغيرة ديروها الصغير، كبيرة ديروها الكبير. يبتدئ الصغير ب53 سلسلة. بالنسبة لي المتوسط 63 سلسلة، وأكبر صينية يعني مفرش للصينية هو 73 سلسلة. ونضيف على ذلك 3 سلاسل، 63 أو 53 أو 73 نضيف عنهم 3 سلاسل ونبدأ في الشغل. أعمدة البداية. أعمدة البداية هي 5 أعمدة، 5 أعمدة بجنب بعضها 5، يعني في 5 في الأول و5 في الآخر، هكذا. ثم نعمل 4 سلاسل، 4 سلاسل. هنا 5 أعمدة ثم 4 سلاسل، ونتخطى 1 2 3 والرابعة والخامسة نعمل عمود الأول. نعد 1 2 بجنب بعض، مش في نفس الغرزة. 2 3 4، هذا الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس والسادس. بداية فيها 5 أعمدة، أما في الوسط 6 أعمدة. ونعمل 4 سلاسل فراغ، 4 سلاسل. ستة أعمدة، نرتفع ب4 سلاسل ونروح نعد 1 2 3 4، والخامس نضع فيه غرزة عمود الأول، العمود الثاني، الثالث والرابع والخامس والسادس. نرتفع ب4 سلاسل أخرى، الشغل هذا هو 4 سلاسل، 2 3 4 والخامسة أعمل فيها العمود الأول، الثاني
جنب بعض. نرتفع ب3 سلاسل ثم ندور الشغل، والعمود الأول كسلاسل هذوك نعتبرهم عمود، ونروحوا للثاني مباشرة. هما سطرين، السطر الأول 4 سلاسل، والسطر الثاني نعملوا غرزة حشو. 4 نقسمهم على 2، يعني 2 سلاسل، 2 سلاسل غرزة حشو، 2 سلاسل، نروح ل6 عمود. هنا 2 سلسلة غرزة حشو و2 سلسلة. هذا هو شغلنا، سطرين فقط. السطر الأول اللي فيه 4 سلاسل، والسطر الثاني اللي فيه غرزة حشو و2 سلسلة 2 سلسلة. هكذا نكمل 6 أعمدة بلفة واحدة. الخامس والسادس، ثم أعمل سلسلتين، يعني 4 تقسيم 2 ندخل حشو، 2 سلسلة وندخل للحشو في 4 سلاسل، و2 سلسلة كمان، نحصلوا على 4. نكمل 6 أعمدة، ونرجع للصف الأول اللي اشتغلناه في الأول. 5 أعمدة، فراغ 4 سلاسل، ثم 6 أعمدة، فراغ 4 سلاسل، 6 أعمدة، فراغ 4 سلاسل. نكملوا ونرجع للسطر الثاني وهو في غرزة الحشو. ما في أسهل من هذا المفرش. أنا راح نعاوده لكن باللون كما يقولوها العنابي والأبيض، أو أشتغل بالأبيض والأخضر. الأخضر اللي نديروها التزويقة نتاع اللفة نتاع المفرش، نهاية المفرش نديرو التزويقة هذيك اللي تجي ساير داير وتجي جميلة للبلاطوات أو الصينيات. إذا كان عندكم صينية دائرة ديروها دائري، إذا كانت مستطيلة ديروا لها مستطيلة. هذو هما السطرين نعاودوهم في كل مرة. لو كان نعاودو السطر الأول 3 سلاسل، ونروح نعمل 5 أعمدة. هذا 3 سلاسل نعتبرهم عمود. نروح مباشرة للعمود الثاني، والعمود الثالث والرابع والخامس، كل عمود فوقه عمود. إن شاء الله الشرح يكون يعني مفهوم، وتستعملوه بخيط القطني الرقيق بتاع المفارش. هذا رانا نعملوه في الصوف العادية نتعلموا به. أما المفارش فتجي بخيط نقولوا له كوتون بيرلي، يجي من القطن ورقيق، حتى الكروشي يكون 1.5 أو 2.5 تنسجوا به. لازم يكون رق من هذا الصوف يعني نستعمل به. أنا على نستعمل الصوف باش يتبين معاكم الغرزة. نزيدو نديرو 6 أعمدة، ودرنا 4 سلاسل. هذا السطر الأول اللي عودناه
فيه 4 سلاسل، 6 أعمدة، 4 سلاسل، 6 أعمدة للآخر، فقط 5 في الأول و5 في الأخير. زيت السادس، ثم 4 أعمدة. شغل جميل، وخاصة لما يجيب الصوف الرقيقة أو القطنية. 4 سلاسل، ونروح للعمود الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ونرتفع دائما ب3 سلاسل. قلت لكم انتوما تقدروا اللي كان عنده سنيوة مستطيلة صغيرة تبداو ب53 سلسلة، سنيوة متوسطة 63 سلسلة، سنيوة شوي كبيرة أكبر منهم 73 سلسلة، وزائد 3 سلاسل بتاع البداية. والغرزة يعني داير ما داير هي نفسها من صفين، من سطرين، ويتكرر السطر الأول والثاني دائما حتى نكملوا خلاص. يعني المقاس يجي طول وعرض الصينية، وبعدين نديروا لها تزويقة هذيك اللي نعملوا فيها مثلا صدفات، يعني أي حاجة تكون، وراح نتقاسمها معاكم أكيد. أطلع ب3 سلاسل، ثلاثة مباشرة في الثاني، العمود الثاني والثالث والرابع والخامس، بداية ونهاية، 5 أعمدة. يجيكم هو ذاك يعني 53 سلسلة زائد 3 56، 73 زائد 3 76، 63 زائد 3 66 إلى غير ذلك. هنايا السطر هذا بتاع غرزة الحشو، 2 سلسلة غرزة حشو، 2 سلسلة، 2 سلسلة غرزة حشو، 2 سلسلة، 4 سلاسل نقسمهم على 2. إن شاء الله يكون الشرح مفهوم، وتجيبوا معكم يعني خيط اللي ما عندكم قديم ولا، واللي يتعلم أكيد يتعلم بالجديد. هنا 4 سلاسل، ندير سلسلتين، سلسلتين غرزة حشو، غرزة حشو، ثم سلسلتين، وأروح للأعمدة. هما كلهم 6 أعمدة في الوسط، 6 أعمدة، 6 أعمدة، وغرزة الحشو، والسلاسل الأعمدة الأخيرة، الأول والأخير في البداية والنهاية 5 أعمدة، 5 أعمدة. تابعوني، واللي راه هنايا اسفل هذا مينساش لايك وشير والتعليق، وشيروا لأصدقائكم، أمهاتكم، خالاتكم إلى غير ذلك. تعلموا الحرفة هذه، الحرفة تاع الكروشيه راها يعني تسلي كتير، وتتعلموا تعملوا بها لولادكم الصغار، البطانيات، الكوفيات، يعني الجيليات، فساتين إلى غير ذلك. يعني الكروشي الإنسان يلتهي هيك كأنه ينسي في نفسه يعني، وراح يستفاد كذلك، يعمل حاجات ليه واللي مقابلينه والجيران إلى غير ذلك.
تقدروا ديروا منه مشروع. شفتوا كيفاش تجي، ولو درناها عملناه بالرقيق راح يجي احسن واحسن واحسن. هكذا هي نفسها يعني من الأول للأخير، وهي نفسها هيك من سطرين. السطر الأول فيه 4 سلاسل، والسطر الثاني 2 سلسلة حشو، 2 سلسلة. هنا 4 سلاسل، لأن عملنا الغرزة تاع الحشو. الأعمدة طول يعني ماكم ماشيين عمود فوق عمود فوق عمود، نكمل هكذا للنهاية حتى نصفى للطول المناسب والعرض المناسب. وخلي يعني منا 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر أو 1.5 مشان نزوقوه بلون آخر، الأبيض والأخضر، الأبيض والأحمر، يعني حسب الفراش اللي عندكم وحسب الألوان اللي راها في البيت، الصالون أو لاشامبر. ما فيهاش ولا تعقيدة ولا شي، سطرين حتى الأخير. السطر الأول قلت 5 أعمدة، 4 سلاسل، 6 أعمدة، 4 سلاسل، 6 أعمدة، حتى النهاية 5 أعمدة. نرتفع ب3 سلاسل بتاع السلسلة ديك اللي نعتبرها عمود. هكذا درك تجي الدور تاع غرزة الحشو. نديرو في 4 سلاسل كفراغ. بعدين في الصف الثاني 2 سلسلة حشو، 2 سلسلة حشو، و6 أعمدة يبقاو هما، وال5 أعمدة يبقاو هما. إن شاء الله نكون يعني عند حسن ظنكم، وتعلموا ولو القليل. واللي يتعلم أكيد راح يعلم أبنائه، أخواتاته، خياته، إلى غير ذلك. يعني قد ما يطوال، وقلت لكم بالخيط الرقيق، ماهوش المتوسط، الرقيق. ولا كان عندكم رقيق بزاف 2 على 2. دائما في الأعمدة بداية السطر هنا 2 سلاسل، 2 سلاسل، وغرزة حشو 2 سلاسل، ندخل في 6 أعمدة. هنا ندخل حشو، وأضيف 2 سلاسل وأدخل في 6 أعمدة. قسمة معكم إن شاء الله بلون آخر وبصوف آخر، يعني قطن وألوانه، حتى ونخدم معاكم النهاية تاع المفرش
تيجي يعني ما شاء الله. حتى الصحون، صحون الفناجين أو صحون أكياس الشاي، قدروا نعملوا لهم مفرش ليهم يعني للمناسبات. يلا شوية الفيديو لما نصوروا الفيديو وحده وبعد نضيفوا له الكلام شوي صعب. دايما نكرر، وين صفيتوا لهون يلا اشتركوا في القناة وبارتاجيو على وسع نطاق، وما تنسونيش من التعليقات لما تعملوا تشوفوا أول حاجة اللايك والتعليق، بعدين اشتركوا في القناة يصلكم كل جديد إن شاء الله. أنا فقط هنا علمتكم كيفاش تديروا، لكن بالنسبة للمقاس قلت لكم راح نديروا الناب تاع الصينية كبير 73+3، صغير 63+3، الأصغر 53+3، وممكن حتى كاين أصغر طول باش يجي قد السنيوة، والجوانب نتحفوهم كذلك هكذا. ما هيش واعرة، حاجة سهلة 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 للمبتدئين. إن شاء الله يعجبكم الشغل. يعني هنا لو أضفت لكم هنايا سطر راح ندير لكم تاع 4 سلاسل، ال4 سلاسل يوليو 2 سلاسل حشو. هذا يعني الصف الأول، السطر الأول تاع 4 سلاسل، والصف الثاني تاع سلسلتين حشو سلسلتين. أما الأعمدة فتبقى كما هي، وإلى اللقاء.